بيان استنكار وإدانة تدين من مؤسسة صار لمناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات ما تم تداوله بشأن حادثة الاعتداء على إحدى سيدات في ريف الحلب التي تعرضت لضرب على يد عناصر من أمن العام في مشهد صادم يمس الكرامة الإنسانية ويثير قلقا بالغا. إن أي استخدام لقوة خارج إطار القانون أو أي شكل من أشكال العنف أو إهانة بحق النساء أو مدنيين يعد انتهاكًا لمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولا يمكن تبريره أو تغاضي عنه تحت أي ظرف. وتطالب مؤسسة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف حقيقة ما جرى وإعلان نتائجه للرأي العام ومحاسبة كل ما يثبت توريده وفقًا للقانون بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما تؤكد المؤسسة أن حماية النساء وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان هي مسؤولية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن بناء الثقة بين مواطنين ومؤسسات لا يتحقق إلا من خلال الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق وحريات، ومسألة كل من يتجاوز صلاحياته. وتجدد مؤسسة صار لمناهضة العنف ضد المرأة التزامها بالدفاع عن قيم العدالة والكرامة الإنسانية وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف واحترام حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. مؤسسة صار لمناهضة العنف ضد المرأة. جنجيان آزادی. جنجیان آزادی.